السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا غريبه مكونات بسيطه وسهله وكتجي زوينه. بسم الله على بركه الله. نبداو بالمقادير. عندي زلافه ديال الزيت، زلافه ديال السنيده انا طحنتها واحد شويه. عندي جوج خمارات حمرين، وعندي الدقيق اللي غادي نجمعوا به الخليط. عندي كذلك واحد الكاس ديال الكاوكاو اللي محمرته نفضت ليه القشور غير شويه وطحنته. وعندي كاس ديال الزنجلان حتى هو حمرته شويه وطحنته. وعندي جوج معالق كبار ديال النافع وحبه حلاوه. وعندي قبيصه ديال الملحه وشويه الزبيبه البنات حتى هو كيجي فيها زوين. ناخذ القصريه ديالي والبول فاش تعجنوا. ودرت السنيده، ديروا النواشف كامله. كتجي زوينه وكتجي مرمله وهشيشه في نفس الوقت، كتجي المذاق ديالها خطير. صافي كنضيف الزيت، كندخلو في هذيك النواشف كامله. من الاحسن البنات طحنوا السنيده شويه، حيت ما فيهاش الزبده اللي كتخدم السنيده كتخليها تذوب. اللهم من الاحسن طحنوها. كتدخلوا داكشي كامل في داك الزيت. بحال كدلكوا البنات، كتخلطوا وبحال كدلكوا في نفس الوقت. هنا غادي نبداو نضيفوا الدقيق بالتدريج. القياس اللي يجمع لينا هذاك الخليط. الدقيق ضروري البنات يكون خاص بالحلويات، وضروري يكون مغربل من قبل. كنضيفوا الخمارات. وكنستمروا بحال هكاك حتى كيتجمع لينا العجين على هذا الشكل هذا. كيكون مرمل البنات، شوفوا كيفاش كيكون، ولكن كيكون كيتجمع على هذا الشكل. كنبداو نشكلوها كويرات، والقياس اللي بغيتو، ما تكونش كبيره وما تكونش صغيره بزاف. وهنا البنات الفران كيسخن، هذا هو السر ديالها في الطياب. خاص الفران يسخن مزيان مزيان، وملي تبغيو تدخلوها كتنقصوا عليه مزيان وكتهبطوها لتحت. العافيه كتكون فوقها، ضروري العافيه تكون فوقها باش كتشقق.
صافي كنستمر على داك الشكل حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي وكندخلها للفران طيب. ومورا البنات من تجبدوها من الفران ما تحيدوهاش هذيك الساعه من الطاوه، كتكون هشيشه وغتبدا تهرسها البنات، خليوها حتى تبرد تشد فراسها مزيان. وهذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي مشقه وكتجي زوينه وهشيشه بزاف مرمله. كنتمنى تجربوها، واللي جرباتها ما تنساش خليها ليا في كومونتير، واللي اول مره غتشوف القناه ديالي ما تنساش تضغط على زر الاشتراك وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد، وخليو كومونتيرات زوينين بحالكم. يلا البنات، السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.